الله وبركاته. إمام عاشور يحسم الجدل ويستمر مع الأهلي. إمام عاشور يحسم الجدل ويستمر مع الأهلي. عاشور يحسم الجدل ويستمر مع الأهلي. يصدم وطني وأيضا وطني وكيل أعمال اتحاد جدة بعد عرض لنادي الأهلي بقيمة 8 مليون دولار. 8 مليون دولار لنادي الاهلي للتعاقد مع امام عاشور، والاهلي رفض هذا العرض لان امام عاشور ركن اساسي من الاهلي، وامام عاشور ما ينفعش يغيب عن النادي الاهلي، ان امام عاشور كسر الدنيا في كاس العالم، ومترشح كمان تقارير طالعه من المغرب بترشيح امام عاشور لافضل لاعب في افريقيا. وامام عاشور مستمر مع النادي الاهلي ومش هيرحل عن النادي الاهلي. امام عاشور افضل لاعب في الاهلي وكمان افضل لاعب في كاس العالم من الانديه، او اكثرهم يعني من اكثر اللاعبين الافضل في كاس العالم للمنتخبات. فامام عاشور مش هيرحل عن النادي الاهلي، وادم وطني وكيل اعمال عاوز امام عاشور يرحل عن النادي الاهلي، وامام عاشور بيتمرد على النادي الاهلي، وامام عاشور مستمر في النادي الاهلي، وامام عاشور هيدغدغ الدنيا مع الاهلي. امام عاشور مكمل في النادي الاهلي ويقترب من التجديد كمان اسبوع او اسبوعين. تسمع الاهلي ينهي هذا اللغط وينهي هذا الكلام ويجدد لامام عاشور، يبقى امام عاشور واحد من اركان الاهلي، من ركيزه الاهلي. وكمان امام عاشور هيلعب الموسم الجديد ضرب نار. الاهلي عنده مباراه مع برشلونه على كاس اخوان غمبر في اسبانيا، في المعسكر اللي يعمل الاهلي بعد بكره ان شاء الله، و3 ايام ويسافر اسبانيا. فالاهلي عنده برشلونه، والاهلي لعب ماتش على كاس اخوان غمبر، واحمد سليمان قال اذا تاجل الدوري بسبب الاهلي. طب الدوري اتاجل ليه يا احمد سليمان عضو نادي الزمالك؟ فقال اذا تاجل الدوري بسبب الاهلي. هيتأجل كيف الدوري؟ والدوري هيبدا 21 اغسطس. عادي الاهلي يلعب 19 ويلعب يبقى 23، مش الجوله بتستمر 3 ايام. وقال من مصلحه الزمالك، من مصلحه الزمالك ان الزمالك لحد دلوقتي ما بداش فتره اعداد. فالزمالك اذا بدا فتره اعداد اليوم فيبقى عنده ان شاء الله حوالي 20 يوم يعمل فيهم معسكر ويعمل فيهم تدريبات جماعيه استعدادا للموسم الجديد. وبالمناسبه ادم كايد الفلسطيني والتونسي سيف الدين الجزيري وصلوا القاهره غدا امبارح استعدادا للموسم الجديد وانتظام في تدريبات الزمالك الجماعيه استعدادا للموسم الجديد. فادم كايد وسيف الدين الجزيري وصلوا القاهره امبارح استعدادا للموسم الجديد مع الزمالك والتدريبات الجماعيه. وكمان غدا ان شاء الله هيوصل، او بعد غد هيوصل البرازيلي خوان الفينا فيرا، هو وكيل اعماله كانت عنده ازمه والزمالك خلاص حلها. الزمالك هيقترب من حل هذه الازمه او قد حل هذه الازمه استعدادا لبعد تذاكر الطيران لبزيرا لياتي الى القاهره استعدادا للموسم الجديد مع الزمالك. وبزيرا ما فيش رحيل خوان الفينا بزيرا مش هيرحل عن نادي الزمالك. بزيرا تلقى اكتر من عرض بس رفض العروض كلها الزمالك، لان الزمالك ما يقدرش يخلي ركن من اركان الزمالك او واحد من افضل لعيبه الزمالك يمشي عن الزمالك، ان الزمالك عنده 3 فترات ايقاف قيد: الكسندريا الاوكراني، واتحاد طنجه المغربي، وايك السويدي. ما ينفعش. وكمان صلاح مصدق ايقاف الكاد التاديبي. ما ينفعش الزمالك يمشي واحد من العناصر الاساسيه للزمالك خوان الفينا فيرا وما يعوضوش، مش هيقدر يعوضه. فالزمالك هيبقى عنده نقص. فخوان الفينا فيرا مكمل مع نادي الزمالك ومش هيرحل. فالزمالك مش هيخلي اي لاعب من الاساسيين يرحل، والاهلي كذلك مش هيخلي اي لاعب من الاساسيين هيرحل. فالاهلي لو خلى حد من الاساسيين يرحل عنده يعوضه، اما الزمالك ما عندوش يعوض، ان الزمالك ما جابش ولا صفقه. الاهلي تعاقد مع 4 صفقات: سفيان بن جديده ومنصف بكرار وعلي محمود وتقطيع عبد الله. والزمالك لحد دلوقتي محلش ايقاف القيد التاديبي اساسا عشان يتعاقد مع اي صفقه ولا 3 فترات. الزمالك عنده 3 فترات ايقاف قيد: شهر 6 ويناير و6 اللي بعد. فالزمالك مش هيقدر يشتغل اي صفقه بالتحديد، يعني خلاص الكلام اتقطع ان الزمالك خلاص ايقاف الكاد التاديبي اللي عنده مش هيقدر يخليه يشتغل صفقات. واتحاد الكوره الانتقالات الصيفيه هيغلق بقى بالقيد اتحاد الكوره خلال 10 ايام من الان. فالزمالك مش هيقدر يحل ايقاف الكاد خلال الايام دي ويجيب صفقات. الزمالك حل ازمه الرخصه الافريقيه بالعافيه يعني وبالقانون يعني، وخد الرخصه الافريقيه على حساب كلام هشام نصر. الزمالك خلاص حصل على الرخصه الافريقيه من بدري كلنا عارفين، بس الزمالك مش هيقدر يشتغل صفقات بسبب ايقاف كاد التاديبي. والزمالك مش رحيل بزيرا، ما فيش رحيل بزيرا، ما حدش يتكلم عن رحيل بزيرا، لان بزيرا بيكمل في نادي الزمالك، والزمالك حل الازمه بتاعته مع وكيله وهيرسل له تذاكر الطيران لياتي الى القاهره استعدادا للموسم الجديد. اخوان الفينا بزيرا ركن من اركان الزمالك، وكمان احد افضل لاعبي الزمالك، وكان من احد اسباب فوز الزمالك بالدوري هو الفينا بزيرا. والفينا بزيرا مكمل في نادي الزمالك.
اخوان 2000 بيزيرا مكمل في نادي الزمالك ومش هيرحل عن نادي الزمالك، وامام عاشور على الناحيه الثانيه مع الاهلي مكمل في نادي الاهلي ومش هيرحل عن النادي الاهلي. ميدو وتويتة ميدو اللي صارت جدل، ميدو يثير الجدل بسبب التويته اللي نزلها وجلشود نصابين في الزمالك. انت يا احمد تهتم ميدو نجم كبير وعالمي وما تتكلمش عن نادي الزمالك بكلام هذا، والبيان اللي نزلته والتويته اللي نزلت على الفيسبوك او الانستجرام احذفها بسبب الزمالك عنده ازمات كتيره يا احمد حسام ميدو مع وسط المشاكل. فالمشكله بتاعت الزمالك اللي عنده ايقاف القيد وسحب ارض ومشيه لعيبه وهذا وكان حسام عبد المجيد الزمالك مش هيقدر يفرط فيه لولا الفلوس والحاجه الماديه، وداه الى روجرتس البلغاري. فاحمد حسام ميدو نزل بيان بيقول فيه ان الزمالك عنده شويه نصابين وشويه نصابين عثروا على الزمالك وما اعرفش ايه والكلام ده. احمد حسام ميدو خلي بالك من نفسك، لان الزمالك عنده ازمات مش ناقص ازمات تاني. احنا عارفين بتحب مصلحه الزمالك، بس مصلحه الزمالك حتى وجو الزمالك خراب ما تقولش عليه كده ان الزمالك في ورطه بسبب المستحقات الماليه للعيبه. قبل الموسم الجديد معتمد جمال طلب نادي الزمالك بالمستحقات الماليه، واحد من احد اسباب رحيل جون ادوارد هو مستحقات اللعيبه. ان جون ادوارد كان عاوز يعطي اللعيبه مستحقاتها وكان عاوز يجيب مدير فني اجنبي. كله كان مربح ان جون ادوارد حقه انه يعطي المستحقات للعيبه، بس كانوا عندهم قلق في حته مدير فني اجنبي. فوق برازوفيتش الصرب ده كان عندهم قلق منه جامد، لان هو قهر الكبار. بس الزمالك معهوش فلوس، لو مشى برازوفيتش بارادته فهيرفع قضيه على نادي الزمالك فيحوز مستحقاته، فيبقى الصفقه الثاني يبقى عليا معتمد جمال مش بيحصل على مستحقات الرجل ومكمل في الزمالك وبيعمل معسكر كويس وخد الدوري في موسم صعب جدا على الزمالك وخد الدوري. فمعتمد جمال مكمل في نادي الزمالك. واحمد حسام ميدو التويته اللي نزلتها يا احمد حسام ميدو وقلت فيها شويه نصابين، بلاش الكلام ده، وانت لعيب كبير وعالمي كبير وفوق راس اي حد. لولا كلامك يا احمد حسام ميدو حجة ما يتقالش. احنا كلنا كمان عارفين ان الدوري هيبتدي 21 اغسطس والجرعه يوم 5 اغسطس. 5 اغسطس يوم 5 ان شاء الله في الشهر اللي احنا فيه لحد التنازل اللي بدا. الدوري في الشهر ده اللي احنا فيه يا جماعه، والله الدوري المصري ممتاز مسوي جريس في الشهر اللي احنا فيه. دوري ممتع، دوري كله مستنيه على حمر من الجمر، كله مستني الدوري ومشتاق انه يشوف الدوري الجديد. الاهلي وبيراميدز والزمالك وكله معركه هتدور في الدوري المصري الممتاز، ثم في الاخر واحد بس اللي هيحصل على الدوري المصري الممتاز زي الزمالك السنه اللي عدت والاهلي اللي قبلها. الحمد لله ولك الحمد يا رب العالمين ان اللاعب المصري محمد السيد لاعب سيف المباراه ده كسب الاسرائيلي، وحصل منتخب مصر اللاعب لسلاح المباراه ده على وفاز على منتخب اسرائيل الحمد لله، وكسبنا الميداليه البرونزيه. اسرائيل تستاهل اكتر من كده وان شاء الله تتحبط اكتر من كده ومصر تطلع اعلى واعلى، وكلنا ورا مصر وقهرت اعدائنا وكسبت اسرائيل. والحمد لله رب العالمين ان اسرائيل تستاهل اكثر من كده، وان شاء الله تخسر في كل حاجه مش في سيف المباراه ده فقط. ومصر حصلت على الميداليه البرونزيه بقياده محمد السيد اللاعب المخضرم، اللاعب الذي حصل برضه على الميداليه البرونزيه في الاولمبياد في طوكيو. وطوكيو وقبليها يعني محمد السيد ده كله معروف في سيف المباراه ده لعيب نجم كبير وكسب اسرائيل الحمد لله.